يلا يا شيخ أشعل جهز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وورعا وتقوى في الدين يا رب العالمين. كمل يا شيخ. فإن قلت فلم لا اشترطت في الكلمة. يقول المصنف رحمه الله تعالى. فإن قلت، بل وكنا عندما ندرس عن مشايخنا فعندما كنا نقرأ نقول قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بكم. هذا الشارح، وقال الشارح المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بكم. باب الشيخ. فإن قلت فلم لا اشترطت الوضع كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. فإن قلت فلم لا اشترطت في الكلمة الوضع كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. قلت إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة، واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل، فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع. ولما أخذت قول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع أغناني ذلك عن اشتراط الوضع. فإن قلت بس استنى، هذا الكلام الأولاني فاهمين ولا شوي صعب؟ إيه؟ هو بقول ممكن يجيك واحد يقول لك يا شيخ ليش أنت ما كتبت كلمة وضع لمعنى؟ هاي كلمة وضع لمعنى. كل العلماء كتبوا لفظ وضع لمعنى مفرد. هو قصده ليش حذفت هي الكلمتين؟ ليش انت ما حكيت الكلمة قول وضع لمعنى مفرد؟ سهل، شوفوا مسألة بس هو معقدها شوي، بس انا بسهل لكم اياها. قال لك سهل جدا، شو معنات لفظ وضع لمعنى؟ يساوي قول. بس انتهى. اللي شرحت لنا اياها قبل شوي. ليش انا اجي احكي لك قول وضع لمعنى؟ هو اصلا القول لا يستخدم الا للمستعمل، يعني اصلا القول وضع لمعنى. ما عندنا قول اصلا لم يوضع لمعنى، لانه اللفظ عندنا منه ما وضع لمعنى وما لا، يعني اعتبرها من البديهيات فما في داعي احكيها. كانه انا بجيك بقول لك بلال انسان. شو هاي انسان ما في الناس انسان ناطق. طب خلص انسان ناطق، ما هو انسان، الانسان بده يكون ناطق، حتى لو كان اخرس بسموه ناطق، مش ضروري يعني يتكلم عشان يسموه ناطق. يعني هو هذا من تعريف الانسان، حيوان ناطق. فما بروح بحكي انسان ناطق، انسان هذه اغنت عن اني اقول عنه ناطق. انتبهنا؟ فهو هلا بده يتفلسف. فان قال فإن قلت فلما لا اشترطت الوضع كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. قلت هم استخدموا اللفظ جنسا للكلمة. اللفظ هم استخدموه جنسا للكلمة، مش استخدموا القول. لو استخدموا القول كان ما حطوا كلمة وضع لمعنى وانتهى الموضوع. ولأن القول فقط للمستعمل ولا يطلق على المهمل، ما ضروري اني انا اذكر قول وضع لمعنى مفرد، لانه بده يصير الكلام مكرر، وهذا يعني مش صحيح في التعريفات. ركاكه. كمل. فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول. طيب ليش أنت حكيت قول وما حكيت لفظ؟ كل العلماء بنفتح كتاب شرح ابن عقيل بكتب لنا لفظ وضع لمعنى المفرد، نفتح كتاب كذا بده يتميز عنه. ليش؟ لا مش بده يقلل من لا هلا بده يفهمك. هلا استنى، انت شو تعلمنا قبل شوي؟ ما تستعجل. حاول دائما خذ اللي قدام، خذ من اللي قدامك العلم، علشان ما تبي اول شيء، عشان ما تركز عندك انت معلومه غير صحيحه. مرات الانسان ترى لما يتوهم معلومه بتصير هاي المعلومه خلص مخزنه عنده بغلطها بعجرها وبوجرها. فاحنا شو بنساوي؟ خلينا نستوعب، خلينا نكمل نشوف شو بيحكي. قل لأن اللفظ جنس بعيد. اللفظ جنس بعيد. شو يعني جنس بعيد؟ يعني جنس يحتمل أشياء كثيرة معه، أشياء كثيرة بتصير مع اللفظ. يعني لما أنا أجي أحكي لك مثلا على سبيل المثال عمر جسم، أنا هون كلمة عمر جسم
هذا الجنس بعيد كثير زيادة عن اللازم. ممكن جسم طائر، جسم هذا ناطق، هذا جسم جسم. جماد، جسم حيوان. هذا جسم. الماء جسم. عم الماء جسم أصلا، جسم لطيف سيال به حياة كل نام وهو مقصور وممدود وقد يقصر. هيك تعرف الماء. فهذا أجسام. الهواء جسم لطيف، عرفت كيف؟ فهي أجسام. طيب لما تحكي كلمة جسم بعيد كثير، بدك تحاول تقربه شوي. شو بتقول مثلا على سبيل المثال عشان بلال بدناش نخليه عليك؟ والبلال حيوان. لا، حيوان جسم. عفوا حيوان جنس. بعيد برضه، لساته مش قريب. وهذا البعيد بده شيء يخصصه. ناطق. بدي أقول ناطق أو ضاحك. كان شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمة الله عليه يقول حيوان ضاحك. يا أخي القرد يضحك. لا، القرد لا يضحك. القرد يقلد الضحك، بس هو ما عم يضحك، لأنه الضحك لابد يكون نابع عن تفكير. يعني أنا لما بحكي لك نكتة أنت بتضحك، ليش ضحكت؟ لأنك فهمتها. أما اللي ما بيفهمها بيقعد ثاني يوم بقول لك إيش ذكرت اللي ثاني يوم ضحك، ثاني يوم ضحك. فاللي ما فهم النكتة، ما راح يضحك. فأما أنت تعمل هيك والقرد بيعمل لك هيك، القرد عم يقلدك تقليد، ما عم يضحك حقيقة. الضحك بده يكون نابع عن تفكير وإنه أنت استوعبت إيش اللي انحكى، على إثرها صارت الضحكة. فهذا لفظ جنس بعيد. ما بقدر أنا أقول لفظ مفرد. ليش؟ لأنه اللفظ هذا رح يدخل معنا اللي هو غير مستعمل، وهيك إحنا ما رح نزبط. أما القول جنس قريب. ليش عدلت عن اللفظ؟ سألوه هلا الجواب إلى أن اللفظ جنس بعيد لانطلاقه على المهمل والمستعمل. تمام. هذا ذكرنا. والقول جنس قريب. ركز. والقول جنس قريب لاختصاصه بالمستعمل. تمام. واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر. شو يعني في الحدود؟ الحدود معناتها التعريف. الحدود الحد. حد كذا هو تعريفه. الحد هو الموضوع ثم الثمرة. إيه؟ مش مكتوب التعريف، اكتبها. لا خلص، ما هو أنت لازم تكون عارفها. الحد معناته التعريف. قالوا استخدام أو استعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر، يعني عند أهل المنطق. فسر الماء بعد جهد. لا شو فسر؟ ليش هو عم بقول لك عشان تستخدم كلمة لفظ لا أفضل تستخدم قول. هذا معيب إنك تستخدم. فاهم أكثر. إيه أنا اللي فاهم أكثر. القول فاهم أكثر كويس. لكن اعترضوا عليه بعض العلماء، اعترضوا عليه ابن هشام، بتلاقيها بالسجاع عندك هون. بقولوا لا ليش أنت تقول هيك؟ طب أهل النحو شو بدهم بأهل المنطق؟ عادي خليهم. هذه كلها علوم متداخلة ببعضها. منيح السؤال هذا. علم المنطق ترى بالمناسبة بتدخل في كل العلوم، في علم المصطلح وفي علم الأصول وفي علم النحو وفي علم كل شيء. هذا المنطق هم أهل النظر بتدخل في كل شيء. أصلا هذا علم أصول الفقه كلها مأخوذ من المنطق. لو ما في منطق ما بيعملوا كتب أصول. هذا علم النحو، علم الرياضيات والنحو 3/4 منطق وأنت مش داري. صح. ما هو الفاعل مش إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وسم. أنا إذا ما أدركت الفاعل ما تصورت الفاعل شلون بدي أعرفه؟ صح. أنا بدي أقول الفاعل هو اسم تقدمه فعل، عشان ما أقولش عنه فعل وما أخلبط. تقدمه فعل دل على من قام بفعل الفعل. وقف هيك بزبطش. مات محمد ما قام بفعل الفعل أو اتصف به. بدي أظني إيش بالحد أطلع أي شيء ليس منه. تعريف هو ينبغي أن يكون التعريف جامعا مانعا. شو يعني جامعا مانعا؟ يجمع المعنى كامل، جامعا لكل أفراده، مضاده، مانعا من دخول أي فرد من غيره إليه. هيك تعريف. هيك لازم تقول جامعا مانعا، جامعا لكل أفراده مانعا من دخول أي فرد من غيره إليه. هيك تعريف. تمام؟ فإن إحنا إيش هون شو قال إنه هذا غلط إني أنا أكتب كلمة لفظ، بدي أكتب قول. هذا معيب عند أهل النظر. في بعض العلماء ردوا عليه، أظن الخطيب الشربيني وهون في السجاعي ذاكر رد عليه، قالوا لا، ممكن إنه أنا بدي أجي أبين أشياء أكثر. أنا بدي أبين إنه لفظ، وهذا اللفظ عشان يفهم اللي قدامي إنه مو كل حرف طلع من تمك
وكون كلمة راح يصير قول عشان يستوعب هذاك. فهمت كيف؟ أما لو أحكي كلمة قول ممكن المبتدئ ما يستوعب، يفكر إنه قول يعني ما محمد هذا قول يعني، ودايز يمكن تكون قول. أما كلمة لفظ وضع بمعنى كأني أنا بدي أقول لك شغلة وبدي أطلع لك منها أشياء عشان ما تتوهم إنك تدخلها فيها، وكلها واردة. طبعا هو طالما كان يعني كل ما كان التعريف مختصر كل ما كان أفضل لطالب العلم. لكن سهل الممتنع. يعني مثلا تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. لما تروح عند ابن الصلاح هو تعريف الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي اتصل سنده، يعني بيصير يزود لك اياه وزع لك اياه. انا بقول لك هذا التوسع ولا الضعف والكذا هذه بتعود انا بوجهة نظري، هاي وجهة نظر يعني اجتهادي، بتعود للمتلقي يعني للطلاب، بلاش يتوهموا بشيء. فانا مضطر اني استخدم كلمة لفظ ونوضع عليه معنى افضل على حسب الطلاب اللي قاعدين عندي. هلا اذا الطلاب من مستوى عالي بقول لهم قول المستوى، قول المفرد يعني تكون عارف مرة عارفين الصوت واللفظ هاي التعريف كلها احنا عارفينها، فبنقول قول المفرد. زي لما بتقول لي فاعل مرفوع خلص بكفي. اما لما تكون طالب لا بدي اعرف فاعل مرفوع علامة رفعه ايش، ما تقول لي فاعل مرفوع بالضمه. لو قلت لي فاعل مرفوع بالضمه بقول لك غلط، بدك تقول لي فاعل مرفوع وعلامة رفعه لانه البي هذه بيستخدموها مع المبني. اما هذه وعلامة عشان تقول لي انه معرب مش مبني. استوعبت القضية كيف؟ فكل كلمة للمبتدئ بدي انا استوعبها. بدك تقول لي والله هذا فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. بينما لو انت عارف مش بحاجة لكل هالفيلم هذا كله، ما انت عارف وانا عارف، فبس بتقول لي فاعل مرفوع وكفي. وهكذا. فأنا بقول إنه مسألة استخدام الألفاظ البعيدة أو القريبة هي إيش؟ على حسب الطلاب، على حسب المريد، وحسب الوضع الموجود. إما إنه أنا أستخدم الألفاظ البعيدة أو الأجناس البعيدة، أو إني أستخدم الأجناس القريبة. تمام؟ تمام. فعلى هذا الكلام مش دقيق كلام ابن هشام، لكن نحترمه لأنه استخدم كلمة قول. وإنه بالمناسبة في غير كتب هو مرات بكتبها إيش؟ لفظ وضع عليه معنى مفرد. يعني نفس هذا الشيء. كمل. أقسام الكلمة. نعم. صاد. خلينا هلا على أقسام الكلمة. صاد قلنا إيش معناها؟ أصل المتن. أصل المتن. طيب. صاد وهي اسم وفعل وحرف. في عندنا إشي ثاني غير هيك؟ أقسام الكلمة لا. طبعا راح تلاقي واحد بتفلسف لك ويقول لك في قسم رابع، واحد يمكن يقول لك قسم خامس، واخترعوا. واحد سمى قسم رابع قال عنه الخالفة. هذا جعفر بن صابر زاد قال هذا اسم الفعل، هذا شو هذا لا بيشبه الاسم ولا بيشبه الفعل، بس مشتق منهم. لا هو ما بيشبه الفعل. ليش؟ لأنه هو يعني لا يقبل نون التوكيد مثلا. تمام. واحنا عندنا الفعل الامر بده يدخل عليه نون التوكيد. مثلا بتقول اشربن، كلن. هذاك زعل مني بنون التوكيد، قال له اول مره بعرف نون التوكيد بتدخل على فعل الامر. قلت له يا سيدي تعلم، انت لك 70 سنه مش متعلم صح. فالفعل الامر بيدخل عليه فعل نون التوكيد. وحتى ابن مالك شو قال؟ والامر ان لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صهو حي هل. فهذا ما بيدخل عليه نون التوكيد، اذا هذا مش فعل. وبنفس الوقت يا عمي هذا ما بياخذ، لا بيدخل عليه التعريف ولا بيدخل عليه حرف الجر بصهن، تقولوا هذا بصهن ولا في صهن ولا كذا. هذه علامات الاسم، حرف الجر وكذا ما بيدخل عليه. فايش بدنا نسميه؟ قالوا هذا خالفه، هذا لا اسم ولا فعل، هذا خالفه. وهو في الواقع العلماء عدوه من الاسماء، وراح نيجي عليه نشوف شو ليش هي الاسماء المبنيه والاسماء المبنيه عاديه. يعني راح نعرف برضه ليش مبنيه اصلا. يعني اصلا انتم مرات بتفكروا انه هذا اسم مبني، ليش مبني؟ في له عله. مش قال لك والاسم منه معرب ومبني؟ في سبب. ليش؟ لشبه من الحروف المدني، يا اما بيشبه الحرف
بالشكل أو بالمعنى لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي يعني بشكله. في اسم جئتنا التاء، هاي التاء مثلا ضربت، هاي التاء هاي التاء في الواقعية فاعل يعني اسم. طب هاي والله بتشبه الحرف ولا لا؟ ضربت تو، شو هاي تو؟ معقولة هاي اسم؟ المتكلم. بس بتشبه الحرف. لذلك أنا كالشبه الوضعي بتشبه الحرف بأنها مكونة من حرف واحد. والمعنوي في متى وفي هنا. المعنوي تشبه الحرف المعنوي. في عندنا حروف بتدل على الزمان أو على المكان. تمام؟ والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار الأصلة. طيب إذا قال الكلمة اسم وفعل وحرف. في عندنا رابع؟ لا. وكلام جعفر بن صابر على علم الراسنا بس نعرفه كمعلومة عشان ما واحد يجي يتفلسف علينا ويقول لنا ما بتعرفش انت في قسم رابع يا سيدي. انا هو بعرفه بس اتركنا منه ما مش صحيح. ولو وخامس وكذا عادي. اي واحد ترى علم النحو واسع واي واحد بيقدر يخترع. وراح يجي معانا بالمفاعيل. احنا بنعرف في مفاعيل 5. بيجي واحد يزود لك السادس مفعول منه، واحد يعمل لك السابع، ما لناش علاقه. وراح يجي معانا ذاكره ابن هشام في الشرح القطر، ذاكر كلام ابن السراج وغيره. نعم. شير. لما ذكرت حد الكلمة بينت أنها جنس تحته 3 أنواع: الاسم والفعل والحرف. والدليل على انحصار أنواعها في هذه ال3 الاستقراء. شو يعني الاستقراء سيدي؟ يعني بالنقل مش بالعقل، مش بالعقل. مش بالعقل، لا، هو كل شيء بالعقل ترى بالمناسبة، حتى النقل بالعقل. استقرأوا. ها؟ لا نعم سيدي. مالك احكي لي. تمام. عادي بس لا تقبل انا اي شيء. طيب مش مشكلة بعد التسجيل. طيب خير. شوف سيدي. هم استقرأوا كلام العرب، شافوا انه كلام العرب ما بيطلع اما يكون هيك او هيك او هيك، اما اسم او فعل او حرف. هاي معنات الاستقراء. يعني عملوا دراسة كاملة على اللغة العربية فلقوها يا اما بتكون اسم يا بتكون فعل يا بتكون حرف. بالمناسبة اي كلمة رايحين تتخربطوا فيها في المستقبل وتحسوها حرف وهي اسم ممكن تحصل معه. زي ايش؟ اعطيك مثال. انا هذه كثير بيغلطوا فيها الناس، بقولوا ومن ثم وهي غلط، وهي ومن ثم. وثم هذه ايش؟ اسم مش حرف. وثم حرف. مطاع ثم امين هذه اسم مثل حيثما. حيثما. وترى بالمناسبة هو حكى حيثما. أنا لأنه عالم باللغة العربية مش قليل بطلع لك إلها. ما قال لك من تعلم العربية لم يخطئ أحدا. هذه حيث إلى 3 لغات يا سيدي. حيثما وحيثما. بتقول حيث حيثي. هلا اللي احنا بنستخدمها دائما ايش بنقول؟ حيث مبنية على الضم. لو قلت حيثي بدك تبنيها دائما على الكسر وتقول أنا لغتي لغة حيثي. ماليش علاقة. فإذا أنت غلطت في يوم من الأيام قدام ناس وقلت حيثما ولا حيثما، أنا والله هيك لغتي لغة حيثي، يعني بالكسر. أنا بقرأ بالكسر وهناك بس بدك تمشيها كلها بالكسر لأنه هي بدها تضلها مبنية على الكسر، لأن ما بتتغير بتغير العوامل الداخل عليها. انتبه. شايف كيف؟ شايف معنى اللغة العربية؟ فلا شوف ثم حرف عطف. ثم ظرف. شو يعني ظرف؟ يعني اسم. شفت الفرق بين هاي وهاي؟ هلا في رح يجي معانا في الكتاب نفسه ايش؟ انه في بعض الكلمات مختلف فيها. بعض العلماء اعتبروها حرف وبعضهم اعتبروها اسم. بعض العلماء اعتبروها اسم، بعض العلماء اعتبروها فعل مثل نعمة وبئس. بعضهم اعتبروها اسم وبعضهم اعتبروها فعل. وهذه محل خلاف. رح نعرف ليش اجى هذا الخلاف وشو السبب. مش هو قال لك انه اسم وفعل وحرف وهيك الاستقراء، بس بدنا نعرف على اي اساس هم عملوا الاستقراء. طيب كمل. فإن علماء هذا الفن تتبعوا أي كلام فن؟ العرب. اي فن؟ الاستقراء. لا النحو. الاستقراء شو دخلوا الفن؟ هذا الاستقراء بصير دراسة ميدانية يعني.
يعني بأي شيء مش بهذا الفن، بأي فن. نعم. فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا 3 أنواع، نعم. ولو كان ثم نوع رابع ولو كان ثم نوع شو رابع ثم هاي؟ ثم. اسم. لعثروا على شيء منه. تمام. الاسم قلنا واحد اسمه جعفر بن صابر، هذا عشان تحفظوه بس. الخالفة حكم الخالفة أو باسم المخالفة. الفعل. بعضهم يكتبوها المخالفة، بعضهم يكتبوها الخالفة. طيب كمل. الاسم علاماته. صاد. فأما الاسم فيعرف استنى شوي، قديش الوقت؟ ثلث ساعة. خلص كويس. الاسم وعلاماته هذه حلوة. هذه بدي أنا أختصرها شوي، مش راح أتوسع فيها كثير. ليش؟ لأنه ابن هشام نفسه اختصرها هون. إحنا لما نقرأ من ألفية ابن مالك ذكر أكثر من هذا الشيء اللي ذكره ابن هشام. ابن هشام ذكر 3 علامات للاسم. في أكثر. أما ابن هشام ذكر 5، قال بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. صح؟ هاي 5. وفي عندك كتاب اسمه النحو الوافي بيزيد أكثر كمان، بيزيد أكثر من 5. طيب شو قال؟ فأما الاسم الاسم علاماته فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربت. كمل. 3. هذا بالمتن. يلا أعطينا بالشرح. شين. لما بينت ما انحصرت فيه أنواع الكلمة 3 شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسيميه. حلو. لتتم. ليك مكتوب عندك عن قسيميه؟ عن قسيميه. نعم. ليش حكى عن قسيميه؟ قسيميه. يلا بدي أشوف شطارتكم. ليش ما قال عن قسميه مثلا؟ قال عن قسيميه. أنا مثنى. 2. هو 1 مع 2. كويس. لتتم فائدة ما ذكرته. فذكرت أن للاسم 3 علامات. 1. ليش قال 3 ما قالش 3؟ لأن العلامات مؤنث. أيوة. 3. خالص. واحنا ما بنقول مخالف، يعني في كلام للشيخ الشعراوي عجبني انا. قال هي اصلها ايش؟ اصلها الكلمه 3. لا، 3 4، يعني تقول 1 2 3 4 5. هي تبقى على اصلها مع المذكر وتتغير مع المؤنث. تبقى على اصلها ما تخالف، تبقى على اصلها مع المذكر وتختلف مع المؤنث. نعم. 1. علامة من أوله وهي الألف واللام. علامة من أوله ألف لام. كالفرس والغلام. وعلامة من آخره تنوين. نعم. وكأنه ذاكر لك علامتين بس، لأنه العلامة الثالثة هي الإسناد ومسند للاسم، وهي الحديث عنه. الحديث عنه هي علامة معنوية مش حقيقية. وهلا رح نعرف شو معناته علامة معنوية. تفضل. 2. وعلامة من آخره وهي التنوين، وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد. ليش قال لغير توكيد؟ هذه معلومة رح أعطيكم إياها. انتبه يا شيخ وسيم، هذه المعلومة بتحداك إذا كنت بتعرفها بهالمرة. هاي جمرة. أيوة صح؟ أنا أسف عنه. كويس. شوف سيدي، إحنا بنقول رجل رجلا رجلين، صح؟ صحيح. هاي علامة من آخرها. ما ممكن التنوين يدخل على الفعل. عمركم شفتوا التنوين دخل على الفعل؟ لا إلا في القرآن. لا ولا مرة. بس إذا فتحت القرآن الكريم في سورة يوسف، ولا يكونن من الصاغرين، ولا يكونن محطوط تنوين. وفي سورة العلق كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالتنوين كاتبينها. هذا خط قرآني. أولا بنقول إنه هذا رسم قرآني. ثانيا هاي نون توكيد، هاي مش تنوين، هاي نون توكيد خفيفة. واضح؟ لنسفعا رح نيجي نعرفها بعدين. فإذا قال لغير توكيد، هاي طلع نون التوكيد. واضح؟ في عندنا تنوينات ثانية بذكرها ابن عقيل في شرحه على الألفية، مش وقتها الآن يعني.
بس يعني إذا سمعتوها أنتم ما تستغربوها. مثلا اللي هي زي إيش؟ شو هي؟ أقل اللوم عاجلا والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. هذا تنوين الترنم. هيك يعني هذه التنوينات يعني ما هي داخله. هو التنوين شو عرفه؟ شو قال؟ نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا. بس زيد لي كلمة الآخرة من الاسم. ليش؟ عشان نجمع هذا التعريف بينه وبين علم التجويد، لأنه هو هلا بيتكلم في باب الاسم. أنت بدك تقول نون التوكيد هي إيش؟ نون زائدة تلحق الآخرة من الاسم لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا. برضه مكتوب عندك وصلا؟ لا ما في. هاي بدك تزيدها برضه. في ساكنة كمان. ساكنة. نون ساكنة زائدة تلحق الآخرة من الاسم لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا. أضيف من الاسم. لا خلص انت حافظها بالتجويد، بس انا عشانهم يحفظوا هذا التعريف افضل. ليش؟ عشان تجمعوا بين التجويد وبين علم النحو. هذا تعريف النون، نون التوكيد. نعم. طيب نيجي للي بعده. 3. وعلامة معنوية وهي الحديث عنه كقام زيد، فزيد اسم لأنك قد حدثت عنه بالقيام، وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للاسم. ليش؟ ما في غيرها. لا مش ما في غيرها. قال وبها استدل على اسمية التاء في ضربت. قال ضربت هذه لا بتقبل الحرف الجر ولا بتقبل النداء ولا بتقبل ولا بتقبل التنوين. طب كيف بدنا نعرف انها اسم؟ قال ما عندنا حل الا بس الحديث عنه. لذلك في مسألة ما بديش اعرضها اليوم لانه بلاش اخربطكم. فهذه تو تا تي ضربت ضربت ضربتي، هذه بقول لك ما في عندها اي علامة الا الحديث عنه اللي هو الاسناد اليه، انه اسندت الفعل الى هذا الفاعل اللي هو تو تاتي ضربت ضربت ضربتي. واضح؟ يلا. وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للاسم، وبها استدل على اسمية التاء في ضربت. ألا ترى أنها لا تقبل ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات التي تذكر للاسم سوى الحديث عنها فقط. صحيح. الاسم معرب ومبني. خلاص نوقف عند الاسم المعرب والمبني. والاسم منه معرب ومبني بشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم اجتنى والمعنوي في متى وفي هنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا الله.